حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده بفيديو جديد ويوم جديد كله طاقه ونشاط. نهاركم ان شاء الله معطر بذكر الرحمن وبطاعه الرحمن. حابه طبعا اعتذر لكم على الفيديو اللي انا نزلته قبل ده، هو فيديو معاد بس اكيد حمسكم وحفزكم كده واداكوا طاقه. بس والله غصب عني، انتوا كنتوا وحشيني جدا وكنت ما ينفعش ان انا اتاخر عليكم اكتر من كده. بس شكرا لكم لدعواتكم الجميله وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. في بدايه الفيديو كده حابه ارحب طبعا بالناس اللي نورتني جديد في القناه واشتركت فيها، والناس اللي اول مره تشوفني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك مني اشعار، واهم حاجه اللايك التفاعلي على الفيديو. نبدا يومنا النهارده ان شاء الله بكل طاقه كده وحب وتفاؤل. الفيديو معانا ممتع النهارده ان شاء الله يعجبكم، فيلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. يلا بينا نشوف اليوم كان عامل ازاي معايا. طبعا كان اول خروجه لينا في العيد، بس قبل اي خروجه بيبقى ليكي شويه ترتيبات كده في البيت لازم تتعمل، وانا ما ينفعش امشي طبعا وانا عندي طيور بقى هتاكل عندي شويه حاجات كتير كده. وطبعا كلنا نومنا ملخبط من اول يعني من اول العيد كده، اول ما خلص رمضان دماغنا متسيستمه بقى على سهر رمضان، وكنا بنسهر ومش بننام ونومنا ملخبط، فلسه النظام بتاع دماغنا زي ما هو. وده اللي انا بعاني منه الفتره دي جدا. يعني مش عايزه اقول لكم انا بعاني معاناه، انا ممكن ينام الساعه 11 او 12 واصحى الساعه 4 الفجر، يا اما ما اعرفش انام غير السبعة الصبح او 8 الصبح او 10 كمان الصبح. فدي معاناة شديدة قوي، فنومي متلخبط على كنت تعبانة شوية، وابني كمان خد دور السخونية الدور اللي ماشي ده. فبصوا يعني الدنيا صعبة بس الحمد لله كله بيعدي. وطبعا الجو متقلب جدا، الجو حابة يبقى ساقعة وحابة يبقى حر، رجاء يعني بجد ما حدش يصيف لاولاده لسه بدري. يعني انا شايفه ان ما ينفعش ان احنا نصيف دلوقتي، الاطفال اساسا مش مستحمله ان هم يجي لهم دور برد، وكمان مناعتهم ضعيفه جدا فمش مستحمله بقى مضادات حيويه وادويه. وربنا يبارك لنا في اولادنا يا رب. هنا بقى طلعت فوق السطح كده، عايزه اقول لكم ان انا كنت في التوقيت ده 6 صباحا الساعه 6 وما كنتش نمت بقى، كنت مطبقه. قلت خلاص انا كده كده هنخرجوا يعني على العصر كده، بس الخروجه قلبت ان هي بقت بالليل لان انا نمت وكنتش قادره اقوم. وطبعا قايله لولادي من بالليل، فعارفين ان انتوا لما ما تكونيش قادره تروحي مشوار ممكن ما تروحوش، بس زن ولادك لا يخليكي تقومي زي الحصان وتقومي تلبسي عشان تمشي من كتر الزن. فطبعا سهرانه طول الليل، فجت الساعه 6 كده صليت طبعا الفجر لما اذن وقعدت شويه، بس خلاص لاقيه نفسي ان انا مش قادره وخلاص هسقط وانام. طب انا المشكله ان انا لو نمت مش هقدر اقوم لسه احط للطيور، فلا قلت بقى ايه بصراحه المكان بتاعهم عايز يتكنس. الفراخ دي الفراخ البيضه اللي كنت مصوراها معاكم قبل كده، ما شاء الله هو حاليا تقريبا داخلين في الشهر. انا اديني رفعت السقايات زي ما انتوا بتقولوا لي، المشكله ان السقايات بتقع، يعني بقى حتى بثبتها بس مش عارفه احط طوبه في قلبها، مش عارفه احط طوبه في قلبها ازاي، بس هحاول يعني. بس انا حاولت ان انا اثبتها على قالب طوب كده لحد ما اشوف لها حل. يعني بصوا الديك ده بقى في ديك مضطهد تاني فتعبني نفسيا، بيعمل لنا دربكه اول ما النهار يطلع بقى يفضلوا يجروا ورا بعض. فما شاء الله الفراخ هنا داخله معايا في الشهر. لسه طبعا باكل علف خالص، ما خلطتش ولا اي حاجه. كنت شاريه شوال علف اللي هو ال25 ده، كنت جايبه اللي هو ال50 واسماء انا وماما، بس ايه اخر حبه في اللي انا كنت حطاهم دلوقتي. فان شاء الله بقى ايه اشتري واحد كمان، عشان انا كمان جبت البط المولر ده ماما جابتهولي. ما شاء الله اللهم بارك. البط المولر ده انا بحبه جدا، انه بصراحه هادي ومش بيبهدل الدنيا ميه زي البط الفرنساوي. وفي بط تاني اللي هو البط اللي بتذبح على شهرين او شهر ونص كده زي الفراخ البيضه. وفي طبعا البط السوداني ده لا يعلى عليه برضو. في انواع بط كتير، بس انا بصراحه بحب البط المولر كده، بيبقى يعني لما بتربيه بتلاقي فيه وبتاكليه بقى اي حاجه. هنا ما شاء الله حطيت لي الفراخ البيضه، والفراخ حطيت لهم خلاص لمبه بيضه مش لمبه حمراء. انا في الاول كنت حاطه لهم لمبه حمراء لان الجو كان ساقع شويه، الجو دلوقتي بيبقى متوسط، فبالنسبه لي اللمبه البيضه هتبقى حلوه معاهم. والتوقيت ده في حد في الكومنتات كان سألني التوقيت المناسب ان انا اجيب فيه فراخ او تقريبا وفراخ ايه تقريبا الكومنت كان كده.
بصي هو انا بحب الفراخ البيضه جدا بصراحه، بتنفع معايا في كذا حاجه وليها كذا اكله. الفراخ البلدي او الفراخ او الديوك البلدي او الشامورت هي بتتسلق بصراحه، ما بتنفعش تتشوي طبعا لانها هتنشف معاكي في الشوي. فالفراخ البيضه شغاله معاكي انواع كتير قوي، تقدري تعملي حمام كداب، وتقدري تعملي بانيه وشاورما وستريبسات، وتقدري تشوي الفراخ. ليها بصوا يعني تشكيل كبير قوي. لكن الفراخ البلدي هي بتتسلق وتتحمر بس، وشوربتها بصراحة بتبقى تحفة، يعني شوربتها أحسن طبعا من شوربة الفراخ البيضة. بس الفراخ البيضة لما بتكون متربية في البيت، وانتي بقى بتغيري لها الأكل بتاعها في آخر مثلا 15 يوم أو 10 أيام، لا ما شاء الله بيبقى الشوربة بتاعتها تحفة وكأنها شوربة بلدي. هنا بقى ما شاء الله البط ده، ماما جايبه لي البطايه ب100 جنيه. طبعا البط المولر بيبقى اسعاره غاليه شويه. هي لسه جايبهولي بقاله حوالي يعني اسبوع كده. فحطيت له بقى العلب بتاعه كده والميه، بس طبعا المكان بتاعه مش متظبط خالص. انا لسه عايزه اظبط مكان، ولسه عايزه زي ما قلت لكم اشتري اللي هي الحظيره او البياته البلاستيك دي. لسه والله مرتبتش نفسي خالص، او طلعنا ان شاء الله من رمضان كده، لان في حاجات كتير انا كنت مأجلها لبعد رمضان، فان شاء الله نعملها بقى ونشوف هنمشي الدنيا ازاي. وكمان التوقيت ده حلو قوي للفراخ الفلاحي، لو هتشتري او فراخ بلدي تشتريها صغيره. دي ما شاء الله اللي بتاعت البيض اللي كان فائس، ما شاء الله الفراخ كبرت كده وبقت حلوه. وفيهم صغير يعني، فيهم كبير كده، فيهم تحس ان هما كبير ممكن دولت يبقوا ديوك، وفيهم لسه بصوا صغيرين ازاي. بس ما شاء الله اللهم بارك. هو في منهم كذا حد مات، يعني هما كانوا 23 تقريبا او 22. انا مش هعرف طبعا اعدهم دلوقتي خالص علشان هما على بعض. برضو حطيت لهم الاكل. بصوا هي البياتة دي عجباني في حاجة، ان هي لما بيكون عندي حاجة صغيرة زي كده، فراخ صغيرة بط صغير، بحب احط فيها، بيكون بالنسبة لي امان. بس كده حطيت لهم الاكل بتاعهم. وبصوا البط كده هوريكم حجمه، ما شاء الله. هو زي ما قلت لكم البط المولر بيبقى سعره في الوقت ده، خصوصا ان انت داخل عليك عيد كبير. في ناس طبعا جايبه من قبل كده، فبالنسبه لها ما شاء الله البط اللي عندها خلاص يعني كبر، هو ممكن ما يلحقش اصلا العيد. فمش مهم يعني. هو انا بحب بصراحه البط اكتر في الشتاء، في الصيف مش قد كده في اكل البط. بس هو كده كده هيلحقنا في الصيف يعني. في الشتاء ده هيبقى نجيبه بقى دفعه جديده ان شاء الله. بس انا اتاخرت فعلا في ان انا اجيب البط، جبته متاخر. والله العظيم الطيور دي نعمه في البيت، اللي بجد ما عندوش طيور والله العظيم خسران كتير. يعني احنا الفراخ اللي احنا ذبحناها مع بعض، دفعه الفراخ البيضه اللي انا جبتها، عايزه اقول لكم ان هي نفعتني في رمضان واتبقى منها كتير. يعني انا ما شاء الله اللهم بارك، التلاجة الحمد لله مليانه. وبخصوص بقى الفراخ اللي هي الهامر دي، بصوا انا ما حبيتهاش عشان ما اكدبش عليكم. هي شوربتها حلوه جدا وطعمها حلو مش وحش، بس انا مش عارفه ما حبيتهاش. يعني هي قريبه للفلاحي جدا. هي الفرق بينها وبين الفراخ البلدي او الفراخ الفلاحي، عشان في ناس بتقول فراخ بلدي، الفرق بينها وبين الفراخ البلدي ان هي بيبقى فيها لحمه اكتر. من عارفين الديوك بقى الشامورت الصغيره دي، بيبقى مثلا ما فيهاش لحم كتير. دي الفرق ان هي بتشيل لحمه اكتر. يعني ممكن لو الفراخ الشامورتي دي وزنها مثلا كيلو ونص ولا حاجة، هي ممكن تشيل معاك 2.5. يعني انا كنت دابحة اوزان 2.5. بس بصراحة لو هقول انا من الناس اللي بحب الفراخ البيضة في الاكل وفي لحمهم حتى. والشامورت برضو بحبهم، بس انا حبيت الفراخ الفلاحي اكتر منهم، رغم ان هما ما بيبقاش فيهم لحم كتير. بس انا الهامر ما حبيتهمش قوي. بس هم هيبقوا حلوين للناس اللي بتحب الفراخ الفلاحي وعايزه يبقى فيها لحم شويه. هم ما شاء الله قريبين جدا من الفلاحي، وما شاء الله اللحم بتاعهم بيبقى حلو. بس زي ما قلت لكم سبحان الله انا ما فضلتهمش يعني. فضلت طبعا الفراخ البيضة عنهم، وبياكلوا طبعا علف وكده، فممكن ده اللي مغير طعمهم عن الفراخ البلدي او الفراخ الفلاحي. لان الفلاحي بتحط لهم بقى اي حاجه من عندك. هنا طبعا كنست السطح كده وخليته زي الفل. وبص بحب طبعا السطح في الشتاء غير الصيف. يعني لو في مثلا شويه تراب بيبقوا عاملين بيعجنوا معاكي، لكن في الشتاء في الصيف بيبقى عشان فيه هوا، فتلاقي بقى عباره عن تراب. الكنسه بتاعت الفراخ كلها عباره عن تراب كده. والجو دلوقتي زي ما قلت لكم متقلب، مفيش شتاء بس الجو ساقعه. انا حرفيا ما صيفتش. يعني مش عارفه الناس بجد اللي بتصيف لاولادها دي، والناس اللي يعني اللي ماشيه في الشارع لابسه نص كم، انا مش عارفه ازاي.
لا الجو ساقعة بجد، ونزلات البرد بقى شغالة كتير قوي، فانا بحاول احافظ على نفسي بقدر الامكان علشان مش عايزة اخد دور برد. المسكنات بالنسبة لي بتبقى ضعيفة، ف يعني اللي هو كأني ما باخدش مسكنات او ما باخدش علاج، فمش حمل دور برد بصراحة يجيلي تاني. كفاية دور البرد اللي جاني في رمضان كان قاتلني. والحمد لله الواحد بيحاول يحافظ على نفسه، وخصوصا والله حافظوا على اطفالكم كويس جدا يا جماعة، والله الجو صعب. انا قلت لكم في بداية الفيديو الاطفال مش يعني متحملة ان هي تاخد مضاد حيوي يتعبها او يضعف مناعتها. كل الادوية دي برضو ليها تأثير في ضعف المناعة، خصوصا الاطفال الصغيرة مثلا لسن عمرهم سنة وكده. لما بياخدوا دواء مضاد حيوي، الدواء بيرجعهم شهر لورا. يعني لو هو مثلا 9 شهور، لا هو المفروض دلوقتي خلاص يبقى 8 شهور. انت حافظوا على اولادكم في الفوارق بين الفصول دي، وربنا يبارك لنا فيهم ويبارك لكم فيهم يا رب، اللهم امين. هنا بقى حطيت بصوا الديك برضو بيجري ورا الديك، او انا عماله اقول له انت مش من هنا اصلا. انا يعني حد جابهولي زي ما قلت لكم، حطيته عندي قلت اي حد يسأل عليه، بس بجد عايزه امشيه اديه لاي حد. عايزه اللي هو انت جاي تطردنا من بيتنا؟ لا والله فعلا البيت بتاع ابونا والغرب بيطردونا، مخليه والله العظيم مكهربه. فان شاء الله هحاول ان انا ازقه في اي مكان كده. هنا بقى هنشر بقى شويه غسيل كده عندي. كنت غسلاهم. عايزه اقول لكم بقى، لا اعياد ولا مناسبات ولا اي حاجه تقولوا مفيش اللي هو ايه في راحه، مفيش غسيل بقى ومفيش، لا في غسيل وفي كل شغل البيت علينا احنا كستات بيوت، كل شغل البيت علينا. فربنا يعيننا والله ويقوينا. كنت غاسله بقى غسله هدوم كده، حطها في الغساله الاوتوماتيك. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، بجد والله بتنفع كتير. هو بقى تحطي الغسيل ولا تشغلي بالك باي حاجه، تروحي بقى مشوارك، تروحي تعيدي على قرايبك، تروحي يمين تروحي شمال، وراكي تنظيف. بتلمي ملايات السرير وبتنضفي وما انتش فاضيه ولسه هتشغلي غساله وساعات بتكسلي وبتلاقي نفسك لو غسلتي في نفس اليوم بتلاقي نفسك خلاص ما انتش قادره. لا انت بتحطي فيها الغسيل وبتطلعيها على التنشير. ده انت التنشير حتى ساعات ما بتبقيش قادره، خلاص روحك بتبقى طلعت. فوالله بجد احنا كستات لا مصايب بنرتاح، ولا اعياد بنرتاح، ولا مناسبات بنرتاح. بس والله ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال، ان انت تشوفي ولادك مبسوطين كده وملمومين حواليكي، وكل يوم بيعدي عليكي ببيتك وانت مبسوطه وولادك حواليكي وحلوه انت وجوزك كده، وفي امان وفي موده وفي رحمه. ده بالنسبه لي انا اقسم بالله عيد. يعني خلاص الاعياد دي بقت بالنسبه لي انا اعياد وبنود بعض وبنروح وبنيجي، بس كل يوم بيعدي عليا انا وولادي وجوزي بخير، اهلي بمعنى اصح بخير، والله العظيم يعني بيبقى بالنسبه لي اكبر نعمه في حياتي. الحمد لله ربنا يديمها عليا نعمه ويبارك لي في عيلتي واهلي وحبايبي وكل صحابي وكل الناس الحلوه اللي في حياتي. وانتوا كمان من الناس الجميله والحلوه في حياتي بجد. يعني ربنا يديمكم عليا نعمه يا رب، اللهم امين، ويبارك لي فيكم كده، ويجعل كلامكم الجميل ودعواتكم ليا في ميزان حسناتكم، ويبارك لكم في اولادكم ويوسع ارزاقكم، ويجعل بيوتكم دايما عمرانه بالستر والصحه وراحه البال يا رب، اللهم امين. ويجعل عشرتك انت وجوزك كده كلها موده ورحمه وسكينه وهدوء، تعيشوا في سلام وراحه بال يا رب، اللهم امين. خليكي دايما انت النور بتاع البيت، ما ينفعش ينطفي، لازم تفضلي كده. يعني بصوا انت ست البيت، انت اللي متحكمه في كل حاجه. والله العظيم ست البيت هي اللي متحكمه في كل كبيره وصغيره. انت كزوجه كأم كحبيبه كأخت بصي انت كل حاجه في حياه جوزك. فخليكي دايما كده ست حلوه، ست انت اللي بتمشي البيت على فكره على مزاجك. الراجل طبعا ليه القيادة وليه الكلمة الأولى والأخيرة في البيت، والبيت لازم يكون فيه انضباط، ولازم في طاعة للزوج. بس انت اللي بتمشي البيت على مزاجك، بمعنى ان انت لو عايزة البيت يبقى نكد هيبقى نكد، لو عايزة البيت كله مودة وهدوء وراحة وأمان هيبقى زي ما انت عايزة. فانت والله العظيم انت اللي متحكمة في كل حاجة. فحاولي دايما تخليكي فواحة كده بالفرحة وفواحة بالبهجة، وفواحة دايما ان بيتك يكون فيه سكينة وهدوء، بغض النظر ان احنا بنزعق لولادنا والكلام ده كله، لا مودة مع جوزك كده.
في تآلف كده بين قلوبكم، دايما لسانك يبقى حلو كده، دايما دلعي جوزك. لو في وقت جه عليكوا وقت خصام، كلنا بتحصل ما بيننا مشاكل، خليكي برضو ست حلوة، ست بيتك نضيف، ما انتش مهملة، بتعملي له اكله، بصي بتأدي له واجبه على اكمل وجه. على فكرة هيحترمك ويقدرك. الراجل الصح بيقدر مراته، بغض النظر من بعض الرجالة واللي احنا عارفينهم بيبقى هم طريقتهم واسلوب حياتهم مختلف شوية، بس برضو في رجالة بتقدر تعبك ووقفتك جنبهم، وان انتي مخليه البيت كله سكينة وهدوء. الراجل مش دايما محتاج ست جميلة قوي اللي هو في حياته، الراجل محتاج ست لسانها حلو، ست مريحاه بمعنى اصح، ست طباعها كويسة. يعني ممكن تكون جميلة بس هي مش مريحاه، فسبحان الله يعني الجمال مش كل حاجة، اهم حاجة الطبع. هنا المهم معايا هنعمله بقى شوية سندوتشات كده عشان ناخدوهم معانا. ده بالنسبة لي بقى خلاص، كنت نمت، يعني انا اصلا عملت للطيور كده ودخلت نمت، مصحتش بقى غير العصر يعني الساعة 4. فانا بالنسبة لي اتأخرنا، احنا المفروض كنا هنطلع من البيت الساعة 3، 2:30 كده كنا هنطلع من البيت، بس انا ما كنتش قادرة حرفيا اقوم من النوم. يا دوب بقول لابني انا مش قادرة، واتفتح في العياط. انتي قلتي لي طب ناموا، عشان هما كانوا مطبقين معايا، طب ناموا شوية وهنروح. لا نروح طب جنينة، اي جنينة كده في كفر الدوار، لا ياخدوا الاسكوترات وينطلقوا. قلت خلاص بقى نروح متأخر مش مهم، كده كده الاماكن دي بتبقى مفتوحة. هنروحوا بقى حديقة انطونيادس. الناس اللي من كفر الدوار هنا، في عندي ناس من كفر الدوار عندي على القناة، عارفين طبعا حديقة انطونيادس اللي في اسكندرية، ما شاء الله جميلة جدا. بس بصراحة كان نفسي اصورها لكم بالنهار، انا صورت لكم حتت كده منها بالليل، بس لا هي تحفة بالنهار، والاشجار الخضراء والحاجات دي لا جميلة جدا بالنهار، خسارة ان هي لازم تتصور بالنهار. عملت بقى بطاطس شيبسي كده وخيار، وكمان عملت سندوتشات البانيه. بصوا انا دايما في الاعياد لما بحب اخرج ما بحبش اشتري اكل من بره، بحس ان الاكل مش احسن حاجة، جودته ما بتبقاش عالية. يعني لو مثلا الجودة 80% في الايام العادية، هو بيبقى 50% ايام العيد. فانا قررت ان انا اعمل السندوتشات ديت، وكمان خدت عيش بس، ويعني عيش فاضي كده، وجبنة تركي برضو معايا احتياطي ربما السندوتشات دي تخلص، فيبقى معايا برضو سندوتشات جبنة، وطبعا ترمس الشاي معايا وبس. حلو كده، لو احتاجوا اي بقى عصاير من بره او اي حاجة خلاص هنشتريها بس. وجهزت بقى حاجتي كده، بس عايزه اقول لكم ان انا كنتش قادره، عايزه انام يا جماعه. نوم بالنهار ده لا، بصوا ما بيعملش اي حاجه خالص والله. لو نمتي طول النهار ولا كأنك نمتي خالص، من شويه ساعه بالليل فعلا احسن من 10 ساعات بالنهار. قومي فايقه كده ومصحصحه بجد والله. بس الخروجه ما شاء الله كانت لذيذه قوي وكانت حلوه. وعايزه اقول لكم، بقول كويس ان احنا ما رحناش من بدري، الجنينه كانت اكل. وطبعا مش عايزه اقول لكم بقى ريحه الفسيخ والرنجه ايه، يعني حاجات اكتر الحاجات اللي انا مش بحب اكلها في، لو في عيد مثلا كده، اكتر الحاجات اللي مش بحب اكلها بره الفسيخ والرنجه والحاجات دي. لا بحس ان هي مكانها البيت، انا ما بحبش ازفر نفسي بره. بس ما شاء الله دخلنا الجنينه رغم ان احنا كنا متاخر، بس الجنينه كلها كانت ريحتها فسيخ. هنا بقى بدأت احضر هدوم كده، ولادي الهدوم بتاعتهم ديت هيلبسوها بقى، نتوكل على الله كده بقى. وكنا خلاص داخلين اصلا على المغرب، يعني احنا في التوقيت ده كان خلاص المغرب هيأذن، يعني ساعة تقريبا والمغرب هيأذن، يعني هنوصل اصلا وخلاص المغرب هنلاقيه بقى أذن في اسكندرية علينا. هنا طبعا كان دي كفر الدوار، خلاص ركبنا عربية كفر الدوار وطالعين من كفر الدوار. وعايزة اقول لكم في حد قال لي على البيوت شكلها مش حلو في الفيديو بتاع العيد. انا لسه والله ما ردتش على الكومنتات بتاعتكم، حاول طبعا ارد عليها، زي انا بتاخر عليكم ساعات شويه، بس في يوم كده بمسك الكومنتات كلها برد عليها. والناس اللي ما بعرفش ارد عليهم في الكومنتات مثلا في استفسارات برد عليهم هنا في الفيديو. شكل البيوت وحش طبعا، البيوت ما كانتش اشكالها كده خالص، ما شاء الله كانت الناس صارفه ومكلفه على الطريق، بيوت حلوه جدا. بس طبعا مشروع المحموديه زي ما انتم شايفين، ده مشروع المحموديه عندنا الجديد، ده طريق كده بنروح منه على اسكندريه. الطريق اللي عندنا بقى طبعا هادين بيوت كتير قوي، نص 3/4 البيوت مهدوده اصلا، في ناس اتهدلها بيت كامل
وفي ناس مثلا بيتين ورا بعض، لو البيت صغير بيتين ورا بعض مهدودين. فعايزه اقول لكم ان البيوت اتشوهت اصلا، يعني البيوت ما كانتش كده خالص، بس البيوت حرفيا اتشوهت. فده سبب ان اشكال البيوت عامله كده، والناس في ناس خايفه تقفل بقى وتعمل بلكونات مثلا او تظبط بيوتها وتبيض وكده. طبعا لسه في مش عارفين، الطريق ما اتعملش، فمش عارفين في هدف تاني ولا ما فيش. انا ما قداميش غير بيت واحد يعتبر، قدامي بيتين طبعا اتشال بيت يعني البيت والنص اتشال، فاضل نصه. البيت اللي هو قدامي ده اللي بقول لكم عليه فاضل نصه. فربنا بجد يعوض على الناس دي كلها. الناس اتهدلها بيوت كتيره، وفي ناس كانت مسافره كانت بيوتها قديمه مثلا، قاعدين بقالهم كام سنه في البيت وقديم، ويدوب بدأوا اللي هم يهدوا البيوت بتاعتهم ويبنوها، ودفعوا شقة عمرهم فيها، فاتشالت كلها. فالحمد لله طبعا. وده كله زي ما قلت لكم بسبب مشروع المحمودية. الطريق هيتعمل زي ده برضو عندنا كده قدام قدامنا هنا. كنا وصلنا خلاص، وهنا داخلين من البوابة. التذكرة كانت قبل كده 20 جنيه، في العيد طبعا كانت 25 جنيه التذكرة وانت داخلة بوابة أنطونيادس. وطبعا الأطفال بيندفع لهم تقريبا، الأطفال أقل من 3 سنين مش بيندفع لهم تذكرة، فوق ال3 سنين دول كلهم بيندفع لهم تذكرة. دخلنا كده من البوابة. عايزة اقول لكم ان العدد كان مهول اللي طالعين، انا اتخضيت من الناس اللي طالعة. فقلت لو كنا جينا بالنهار اصلا ما كناش هنلاقي مكان نقعد فيه. انت محتاجة تروحي من بدري قوي، يعني محتاجة تروحي من اول النهار، ممكن توصلي الساعة 10 هناك عشان تلاقي مكان تقعدي فيه. يعني احنا لقينا مكان كده بالعافية بالليل، ولقينا مكان بالعافية. وفي ناس ما شاء الله كانت لسه بتيجي اللي هم عايزين يسهروا بقى. وطبعا عرايس ما شاء الله بتتصور فيها وفيها اماكن حلوة كتير، بس بصراحة هي عايزة حد يروحها بالنهار كده ويصورها. والشجر بصراحة فيها تحفة، والشجر كده في كشافات طبعا علشان الناس اللي تقعد كده يبقى منورة. بصراحة هي ما شاء الله اللهم بارك مصروف عليها. يعني مش خسارة التذكرة حتى لو 30 جنيه ايا كانت التذكرة ايه. ما شاء الله هو في مجهود وفي شغل بيتعمل فيها، وفي شغل معمول جامد فيها. يعني بصراحة كل مرة بروح المرة اللي قبلها بيبقى فيها شغل اجدد واحدث، وعاملين شغل حلو قوي فيها. وزي ما قلت لكم العرايس بيروحوا يتصوروا هناك، الاماكن بتبقى حلوة قوي. هنا طبعا ينطلقوا بقى بالسكوترات. انت كأم بتبقي مش عايزة تخرجي من البيت من كتر مثلا تعبك وجريك ورا الولاد، بس بجد بنخرج عشانهم. يعني الواحد موده بيتغير زي ما قلت لكم لما بلاقي ولادي مبسوطين وفرحانين. انا دلوقتي بقى كل همي وبقى كل فرحتي وبقى كل سعادتي ان ولادي واهل بيتي يكونوا مبسوطين. كده كده لما بيكونوا مبسوطين وانتوا خارجين مع بعض وبتغيري انت كمان مودك، ومفيش يعني مفيش مشكله من وقت للتاني كده ممكن تخرجي انت وجوزك، انت وصاحبتك، انت واختك، اللي هو تغيير مود. ممكن ما تاخديش ولادك معاكي في الخروجه دي اللي هو كتغيير كده، بس الواحد ما عادش بيقدر يخرج من غيرهم بصراحه. يعني الواحد اللي هو خروجه كده ما عادش. حتى جوزي يقول لي لا انا مش عارف، انا ما بعرفش اخرج من غيرهم. فممكن بصراحه لما عاوزه اشتري حاجه او كده ممكن اسيبهم عند ماما كده. هي برضو اي حاجة بنعملها الشوبينج بالنسبة لنا بيبقى خروجه. يعني لو رايحة تشتري شوية هدوم لولادك بتبقى مودك بيتغير. فربنا يبارك لنا فيهم يا رب. حبيت طبعا اشارك يومي معاكم كده، انتوا عارفين لازم اشارك اي حاجة معاكم، انتم حبايبي وربنا يديمكم في حياتي نعمة. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب دايما اكون خفيفة على قلوبكم، فيديوهاتي بتعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير في رعاية الله.